مستمعي الكرام، وفترتنا نبض الوادي. بنقدر نقول مستمعينا الكرام، طبعا احنا كلنا دلوقتي بنستعد لشهر رمضان نفسيا وماديا ومعنويا بكل الاشكال. الصيام مش بيساعد بس في شهر رمضان على تعزيز صحة الجسم من الناحية العضوية فقط، لا، ده بيلعب دور كبير في تحسين الصحة النفسية والعقلية. كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الصحة النفسية؟ ده موضوع الفترة دلوقتي مع الدكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية. دكتور مجدي، أهلا بيك معنا، كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إيمان وبجميع العاملين بإذاعة الوادي الجديد. القاعدة اللي هننطلق منها يا دكتور قبل ما نقول ازاي ان الصيام بيعزز الصحة النفسية والذهنية، ان احنا دلوقتي في شهر شعبان، ازاي نستعد نفسيا لشهر رمضان؟ احنا دايما خطوات بن... الاستعداد النفسي، اتفضل. احنا دايما بنقول إن احنا في شهر رجب وشعبان بالنسبة لينا ككبار في السن، لازم يبقى عندنا يقين إن في وصايا في شعبان عشان ربنا يبلغنا شهر رمضان إن شاء الله. اللهم امين. النهارده لازم أكون مستعد نفسيا. استعد نفسيا ان انا لازم ابعد عن التوتر والقلق اللي بيصيب الكثيرين من الفترة في فترة الصيام. لازم يكون عندي شعور دائم بالرضا. لازم يكون عندي اساليب اتبعتها وتعودت عليها في خلال رجب وشعبان. طب انا يا دكتور ما صمتش رجب والنهارده انتصف شعبان وما بعد شعبان من انتصافه. لا، في اساليب ان انا امنع الكسل وطاقة الجسم، ازاي احافظ عليها وازاي اخطط النظام الغذائي بتاعي عشان لما اخش على شهر رمضان ان شاء الله اكون عودت نفسي على الاسلوب الامثل للافطار والسحور. طب مم. انا النهارده يا استاذ ايمان عشان اهيئ نفسي لازم المهم جدا ان اي انسان مسلم يبدا بتهيئه نفسه عشان يبدا الشهر الفضيل. التهيئه دي لازم يبقى عارف فضائل الشهر الفضيل والوارده في الايات القرانيه ومش مجال لسردها، ولكن لازم يتعرف على الجوانب الاخرى وهي حكم الصوم والوقت اللي بيصومه. وهذه التهيئة النفسية أنا بشبهها دايما بالرياضي اللي بيمارس الرياضة من إحماء، فهي أمر ضروري عشان يقدر يمارس الرياضة بتاعته. هو عشان كده حتى سبحان الله رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أكثر صلى ما الله يصوم عليه كان وسلم. يصوم في شهر شعبان. وده اللي ذكرته السيدة سيدة عائشة عائشة، رضي نعم. الله عنها، نعم. إن هي كانت بتشوف سيدنا محمد عليه الصلاة بيصوم والسلام. أكثر التوقيتات في شعبان، لأن الناس بتغفل في شعبان الصيام بالكثرة عشان معتقدين إن هم خلاص هيدخلوا في شهر رمضان. طبعا. لازم اكتشف رمضان كمسلم من خلال رحلة القراءة بتاعتي، وإن هذا الفوائد اللي بيكتسبها الإنسان جراء الصيام فوائد بدنية. الجهاز الهضمي يا أستاذ إيمان بيستريح. طبعا. الشهر من ال 12 شهر بيستفاد فيها الجهاز الهضمي ان هو بيعيد تاني الترتيب الحلقات بتاعته. زي ما بنقول العربية لما باجي ادورها ما بطلعش بيها مرة واحدة على الرابع، بطلع طبعا. بيها تدريجيا الاول الثاني والثالث وهكذا. نعم. لازم نبقى عارفين ان الصفات والفوائد اللي بتكون للصائم زي الصبر والتعاون والأخلاق الحسنة اللي بتسود الكثير من المسلمين في شهر رمضان. على ذكر الجهاز الهضمي يا دكتور، بنقول انه الصيام بيعزز وظائف المخ ازاي، وبيعمل على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتحسين الانتباه، لان انقطاع الطعام والشراب بيقلل تدفق الدم المحمل بالاكسجين للجهاز الهضمي، ده بيزيد التروية الدموية الواصلة للمخ. فسبحان الله بيعزز وظائف المخ من تقوية للذاكرة وزيادة التركيز وتحسين الانتباه. طبعا ده وظائف كتير في الجسد وفي النفس بتتحسن بالصيام، سبحان الله. والله يا أستاذ إيمان إحنا دايما بنقول
ان الصيام بيساعد الجسم على تأدية الوظائف بدرجة عالية جدا، وبنحس بالكلام ده اما بنيجي نخش بعد الستة البيض بداية بقى الإفطار بتاعنا. أنا عايز أقول إن النهاردة لازم نكتشف دائما أفضل الأطعمة اللي لازم بتمد الجسم بالطاقة. اللي ال- ركز عليه شوية في رمضان يعني. طبعا زي النهارده ايه لازم مثلا؟ نركز على شرب الماء، لازم نركز على الفاكهة، نبحث عن البروتين في الخضروات، نبعد عن البروتين الحيواني. لازم نبقى في اللبن الرايب ده أساسي في فترة السحور. لازم السلطات والماء يمد الجسم، ونبعد بقى دايما عن تناول السكريات بكثرة بقى اللي بتشتهر بيها البيت المصري. ما لا، بين العصاير وما بين الحلويات يعني بتبقى العصاير الطبيعية حلوة، أما نعم. العصاير اللي فيها المواد الحافظة لا، أنا بحذر منها. نعم. النهاردة زي ما أنت حضرتك بتقولي، النهاردة لما باجي أبدأ الفطار بتاعي على شربة ماء وتمر، دي بتبدأ تدي التنبيه للجهاز الهضمي إن أنت بعد مثلا ربع ساعة خلال صلاة المغرب هتبدأ تشتغل. ودايما بننبه: ابدأ بالشوربة بتاعتك بعد صلاة المغرب، وتكون تناولت التمر والماء أو التمر باللبن، يعني حسب الأمزجة بتاعت الناس. النهاردة دايما بنقول إن المحافظة على الاستعداد الجسدي ده لازم يكون من الأساسيات في الحياة، والبداية للتجهيز لشهر رمضان. نعم. دراسات بتؤكد انه الصوم يؤثر على الاكتئاب او بيكافح الاكتئاب. كثير من الدراسات وصلت ان الصيام لمدة تتراوح من 5 ل10 ايام متواصلة بيزيد مستويات هرمون الاندروفين، وده بيساهم في السيطرة على اعراض الاكتئاب. سبحان الله. بص يا أستاذ إيمان، أنا دايما في العلاج النفسي دايما لما بنلاقي الأخوة المسلمين أو المسيحيين كل حسب ديانته، إن هو ما بيتعمق في القرآن أو في الأخوة المسيحيين في التوراة، بيتعمق نفسيا وروحانيا، وده له تأثير. أنا بنعالج حالات كتير بقراءة القرآن. النهاردة اما بنقول للناس اقرا قرآن، لازم يكون ليك ورد، لازم تبدأ النهاردة تجهز لنفسك ورد كامل عشان في رمضان بعد صلاة الفجر، بعد كل صلاة بتقرا الورد ده. انا بقول يعني لازم نحافظ على الفترة دي، زي ما حسن البصري رحمة الله عليه قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. كله بيسارع بقى. فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. اللي هيبذل مجهود في هذا الشهر، لان هو ده الشهر بتاع ربنا، ده الشهر اللي ربنا بيكافئ بيه كل واحد بيعمل عمل، هو ربنا اللي هيكافئه بيه. والنهارده لازم يكون عندنا يقين ان انا عزمت على ترك الذنوب والتوبة الى الله. الناس اللي بتبدأ في خلال الفترة بتاعتها وكل الوقت اللي بيبقى فيه ذنوب، نظر او لسان او جوارح، كل ده لازم اعزم واخد العهد على نفسي ان انا تبت الى الله توبة صادقة. سبحان الله. زي ما حضرتك قلت، دراسات أخرى أثبتت إن التقرب العبادات بتؤدي لتصفية الذهن. زي ما حضرتك ذكرت، يعني تخصيص الفرد وقت، طبعا ده بيحصل أكثر ما يكون في رمضان طبعا. تخصيص الفرد وقت في رمضان للقيام بالعبادات والتقرب لربنا سبحانه وتعالى بيساهم في تصفية الذهن والشعور بالاسترخاء والراحة والطمأنينة النفسية.
فالصيام والقرآن والقيام واللي بيحصل في رمضان بيخلي الإنسان فعلا بعيد كثيرا عن الاكتئاب والتوتر والقلق وما إلى ذلك. والله يا أستاذ إيمان، أنا دايما حتى لما بنقول في شهر رمضان إن بنيجي مثلا بنصاحب الأخيار، بيكون في لينا لقاءات في صحبة القرآن، بيكونوا مجتمعين بيقروا مع بعضيهم بيصححوا لبعضيهم. ومهما كان الإنسان من علم، فالنهاردة التجويد القرآني بيكون له تأثير في صحبة القرآن. المجموعات اللي بتنشئ وبتكون موجودة عشان تقدر تقرأ. أنا عملنا قبل كده من سنتين دراسات على الناس اللي بتكون ملمومة في صحبة القرآن وقراءة القرآن، لقينا إن هو حالات كتير من الأرق والاكتئاب والهموم اللي بتصيب الإنسان يعني مش عايز أقول لحضرتك بتبقى مسرات بعد الشهر الكريم، وبتبقى خالي من الهموم والأحزان اللي بتصيب الكثيرين في هذه الفترة اللي بنكون موجودين فيها. سبحان الله. يعني بدل ما نلجأ للمهدئات وما إلى ذلك فقط التقرب لربنا سبحانه وتعالى بالعبادات. دراسة أخرى بتقول إن الصوم ده فرصة لتطوير القدرة على التكيف. الإنسان كل ما بيتكيف كل ما بيبقى ليه قدرة أكتر على إنه يتعايش مع الوضع وإن هو يحقق إنجازات أكبر. بيساعدنا الصوم في رمضان على إتقان فن التكيف مع الظروف وإدارة الوقت. نقدر نفهم النقطة دي لما الصيام بيجعلنا بنغير مجرى حياتنا بشكل كبير. يعني ازاي امتى هنفطر، امتى هنتسحر، نظام الجدول الزمني للإنسان بيتغير وبيكون يعني قريب من القواعد الشرعية. فالصيام فرصة لتطوير الإنسان وزيادة قدرته على التكيف مع الأوضاع. والله يا أستاذ إيمان، أنا دايما لما بقول للناس وبنيجي نتكلم معاهم وبنبدأ نعالج الصحة النفسية وتعديل سلوك لبعض الأطفال أو بعض الكبار، النهاردة لازم نبقى عارفين ومتأكدين إن بكرة ده بتاع ربنا. ما تسألش ربنا عن رزق بكرة، لأن هو ما سألناش عن صلاة بكرة. دايما لازم أعيش الفترة اللي أنا موجود فيها بالطريقة اللي أنا أتعايش فيها مع اللي حواليا. لازم يكون حالتي النفسية المؤثرة على حالتي الصحية جيدة. لازم يكون عندي يقين إن الصحة العقلية هي دي الأساس بتاعتي، الصحة النفسية هي دي الأساس بتاعتي، هي الصحة البدنية والأداء الوظيفي هو ده الأساس، عشان ما يأثروش في المجمل على حياتنا وعلى علاقتنا الاجتماعية مع الآخرين. نعم. رسولنا الكريم صلى الله وسلامه عليه قال صوموا تصحوا. سبحان الله، تصحوا دي يعني صحة نفسية وصحة بدنية وصحة عقلية من جميع الجوانب. سبحان الله. ما احنا قلنا يا أستاذة إيمان النهاردة العلاج النفسي بالقرآن ده بنهيئ النفس روحانيا بان هم بيكونوا بعاد خالص عن اي مشاكل وهموم. حضرتك النهارده بنشوف حالات كتير بمجرد الاجانب اللي دخلوا في الاسلام يا استاذ ايمان خلال الفتره الماضيه، سبحان الله، اعداد كبيره، ومنهم اللي ما كانش بيفهم اللغه العربيه بمجرد سماعه للقران الكريم كان بيبكي. قلبه هو اللي خلاه يبكي، احساسه ومشاعره هي اللي خلته يبكي، لان هو وصل لمرحله ان هو سمع بقلبه وعقله، فاصبحت روحانيات، وشوف الكلمه روحانيات عاليه. نعم. العديد من الدراسات أثبتت أن الصيام بيؤدي إلى انخفاض درجات الاكتئاب والقلق، انخفاض درجات الإجهاد، تحسن مستويات الإدراك. طيب دكتور، اسمح لنا هنخرج لفاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك ونتكلم بقى عن الأطفال، إزاي نهيئهم نفسيا وإمتى يبدأوا الصوم، وهل الطفل الولد الذكر غير الأنثى. كل دي أسئلة هنطرحها على حضرتك ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعي الكرام، وفترتنا نبض الوادي بنجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية. دكتور مجدي، أهلا بحضرتك مرة تانية.
أهلا بيك يا أستاذ إيمان، وأهلا بجميع العاملين في إذاعة الوادي الجديد ومستمع الإذاعة الوادي الجديد. يا أهلا بحضرتك. احنا طبعا النهارده بنواصل الحوار مع حضرتك عن ازاي الصيام بيؤثر على الصحة النفسية للإنسان سبحان الله، وبيحسن من أموره الجسدية والنفسية. الأطفال بقى أكيد ليهم دور معانا. امتى هنعود الطفل على الصوم؟ وهل الطفل الذكر غير الطفلة الأنثى؟ بص يا أستاذ إيمان، لازم يبقى عندنا يقين إن الأطفال دول بهجة العمر، زينة طبعا. الحياة الدنيا. أكيد. هو ده الرصيد اللي بيتبقى لنا بعد رحيلنا عن الحياة. ورمضان بتبقى فرصة، يعني ولد صالح يدعو له. إن نعم. إن أحسننا تربيتهم وتنشئتهم فيكون لها أثر عظيم على نفوس أولادنا. أكيد. ولو استغلينا يعني من الإفادة. أجل النعم يا دكتور الطفل أو الابن الصالح ده سبحان الله. طبعا، واحنا بنقول هم دول مشروع حياتنا. هم. عشان كده أنا بقول الصوم ده مسؤولية جسيمة، بتحتاج قدر من الجهد والمشقة والصبر وقوة الإرادة من الوالدين. لأنها يعني زي ما بنقول هي فريضة، رتب لها الثواب على فعلها والعقاب على تركها. ده بيحتم على الأبوين دايما يا أستاذ إيمان ضرورة تعويد الأبناء على أداء هذه الفريضة، ونحببهم إزاي فيها، هم. وبنستثمر إزاي الفرصة عشان نغرس القيم والسلوكيات الجميلة في نفوسهم. ولما نبدأ من سن صغير هيبقى سهل عليه لما يكبر، غير لما نسيبه لما يكبر برضه. زي ده التمهيد زي ما بنقول، التمهيد والله من السن الصغير. والله يا استاذ امان، لو رجعتي بالذاكره هتلاقي نفسك ان احنا بنقول واحنا صغيرين كنا بنمسك الفانوس اللي جواه شمعه وبننزل في الشارع ونحتفل برمضان. طبعا. من المهم جدا ان الطفل، انا دايما بقسم حياه الاطفال لسبعه سبعه سبعه. 7 سنين الاولى تنشئه، 7 سنين التانية تعليم، 7 سنين التالتة لغاية ما بيوصل ل21 سنة توجيه. هم. عشان كده من المهم جدا إن الطفل يشوف ويسمع مظاهر الحفاوة والابتهاج بالشهر الكريم. طبعا. وفي أغاني معينة لما بنسمعها بتحسسنا بشعور جميل، بترفع المشاعر والابتهاج والضحك على وجوهنا، زي ما في أغاني بتخص العيد. الطفل ده بينشأ وهو بيشاهد وبيشوف السعادة والفرحة من والديه وإخواته وأهل بيته. كل ما بتيجي نسايم شهر رمضان بتفضل الذكريات محفورة في ذاكرته. نعم. وعشان كده لازم نبقى عارفين ان المهم ان الوالدين بيجيبوا لاولادهم الهدايا بقى والفوانيس الجميله اللي بتفضل في الذاكره ليهم لغايه ما بيكبروا، زي ما احنا كده كبرنا نعم. وفاكرين. يرتبط شهر رمضان بشيء جميل بالنسبة لهم، نعم، بالذكريات الجميلة. تمام، عشان كده هيجي معاه خير وبيحبوا وبيكونوا في شوق وشغف ان هو الشهر الكريم يجي. من نعم، ده الامور التحفيز النفسي يعني. طبعا من المهم ان احنا نعود الطفل على الصوم، بس بقول دايما نعوده بالتدريج. مش لازم ان هو نستنى اما يكبروا ويوصلوا سن ال10 سنوات او هم. ال11 عشان نخليهم يصوموا. لا، احنا النهارده الصوم التدريجي بنقول بنبدأ الصوم من سن ال7 سنوات تدريجيا. للذكور والإناث مع بعض يا دكتور؟ والله احنا بنقول الإناث بتبدأ من ال10 سنين، أما متأخر شوية. الأولاد طب ليه بقى أخرت الإناث عن عشان الذكور؟ عشان التكوين الجسماني للرجل غير الأنثى، هم. للطفل غير الطفلة. هم. واخد بال حضرتك؟ وبعد كده أنا لازم نكون عارفين إن المهارة اللي أنا هيكتسبها الأولاد بالتدريج لابد إن هي تكون بساعات محددة. يعني بنيجي مثلا في الأول نسمح له بتناول المية دون الأكل، وبعد كده نزود الساعات شوية، بعد كده نبدأ نمنع المية. يعني أنا عايز أقول لازم يكون التدريج في الصيام
التدرج في الصيام ده لازم يكون مش لازم ان انا اخليه الشهر كله. لا، احنا ممكن نبدأ معاه يا استاذ ايمان لغاية ان هو يصوم لغاية الظهر، ثم للعصر. ومفيش حرج ان احنا نحملهم الجوع شوية، لان الاطفال ما بيكونوش معتادين على الاكل قوي الا لو الام هي اللي بدأت تعرض عليهم. مم. التلطف مع الأطفال، ويعني جزئية إن إحنا لازم نبين لهم دينيا فوائد الصيام، وإن هو ربنا بيعد للصائمين إيه، ومش لازم نفهمهم إن الموضوع ده جوع وعطش، بل هي عبادة وطاعة نفهمهم شوية والثواب. يعني. نعم. طبعا لازم نتكلم معاهم ونقول لهم قصص دينية عشان نحببهم نحفزهم. يبقى لازم يكون في تحفيز للولد، وفي نفس الوقت يبقى في مكافآت. تمام، انا بعد الصوم. نعم. بحذر نعم. بحذر الامهات اللي بتضرب اولادها، ان هو ده هيكره الصوم لو انت ضربتيه. النهارده لازم نبقى عارفين ان في فروق فرديه دايما يا استاذه ايمان بين طفل واخر. مم. ما قارنوش بابن عمه وابن خاله وجاره، نعم. لان الام هي الوحيده، هي والاب اللي عارفين امكانيات ابنهم وساعات الصوم اللي هيبدا يصوم فيها. عشان كده وبعدين بقول هو لك غير مكلف، ده احنا يا دوبك بس بنجهزه. بنجهزه لسن التكليف. نعم. كل طفل له قدره بتختلف عن الاخر من حيث التحمل والصبر والانتظار. لازم نبقى عارفين ان الساعات اللي انا همنحها له لازم يكون ليها. كل الاطفال بتحب المكافآت، تمام. وعشان صح. كده دايما بنقول ان الصوم للطفل بيبدأ من سن ال10 سنين. لازم بقى خلاص انا عودته 3 سنين من سن ال7 او من سن ال8، لازم ابدأ من سن ال10. خد بالك يا حبيبي بقى، عايزين بقى نصوم مع بعض بقى الشهر كله، لان انا خلاص عودته، عملت التدرج او الصوم التدريجي اللي احنا بنقول عليه. تمام. طب دي النهارده اتفضل. اتفضل. دي الأمور النفسية اللي نبدأ بيها مع أطفالنا. تمام. لو اتكلمنا عن رمضان بشكل عام بقى في الأسرة دكتور مجدي، هنلاقي إنه بيحصل فيه لمة للعيلة دايما. تأثير لمة العيلة إيه نفسيا على الفرد؟ سبحان الله، لما بيجتمع بأسرته ويجتمع بصلة رحمه وبيحصل التلطف والحديث والضحك، تأثير اللمة والضحك إيه على نفسية الفرد؟ خدي بال حضرتك، انا دايما بقول لمة العيلة وتجمعات الافطار دي من اهم السمات الجميلة في شهر رمضان، واللي بتكون ليها لون وطعم للشعوب العربية وخاصة في مصر. مع تغير الظروف والوقت الضيق وتسارع وتيرة الحياة، بس هي العزومة هتفضل عزومة في لمة العيلة. الدراسات النفسية يا أستاذة إيمان أثبتت إن تجمع الأسرة والعيلة بيكون له تأثير إيجابي على جميع أفراد الأسرة. وعزومة رمضان بيكون ليها أهمية كبيرة، لأنها بتضيف بهجة وبتقوي العلاقات الأسرية، وبتجمع العيلة اللي ممكن ما تكونش بتجتمع في السنة إلا مرتين ثلاثة. بس شهر رمضان له مقاييس مختلفة. يعني النهارده حضرتك بنقول صلة الرحم دي من أهم العلامات اللي بتجمع العيلة، وبيكون فيه الاهتمام، تواصل أبناء الأعمام والأقارب ويكون في حوارات بقى مع الأولاد والأحفاد والإخوة، لأن هو ده اللمة الجميلة. وبيكون معززة بقى بإن هم كله بيصلي مع بعض المغرب والعشاء، وبعض العائلات بتكون صلاة القيام مجتمع. أنا عايز أقول لحضرتك، حد ممكن يقول لك أصل ارتفاع الأسعار إطلاقا. أفضل وسيلة لتقليل الاستهلاك في لمة العيلة، وبيكون في اقتصاد في الطعام، وآه أصناف كتير، بس بتكون
انت عارفه المصريين مع يعني هو يعني اسمح لي يا مشهورين. دكتور، حتى وإن كان يعني أنا بعض العلماء أو بعض الأساتذة قالوا حتى بعد الفطار ممكن يجتمعوا مع بعض على مشروب وحاجة بسيطة من الحلويات، بس وال- أهم حاجة يكون في اجتماع يعني. والله مثلا يعني. الافطار مع بعضينا او اللمه مع بعضينا في الافطار دي بتكون فيها ود وحب. الهدف منها مش الاكل بس النهارده، الهدف الاساسي ان لمه العيله يعني بيكون فيها اكتر ايجابيه على النفس وعلى العائله مع بعضها. يعني تأثير المرح والضحك على الصحة النفسية للإنسان إيه يا دكتور؟ والله لو احنا اتكلمنا على الضحك وتأثيره النفسي، مش عايز اقول لحضرتك الضحك ده بيحسن صحة القلب، لان الضحك بيعود بالمنفعة على الصحة العامة للجسم، من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية. له تأثير. في ناس بتتعافى من بتمر بظروف وقد تكون تعرضت لاكتئاب او كده ولكن الضحك بيعزز سلامة وصحة الجسد بشكل عام. بينشط الدورة الدموية، طبعا أول مرة تاخدي بالك من، بيسكن الألم وبيقلل الشعور بالتعب. الضحك بيعزز القدرة على النوم العميق، بيزيد معدلات مناعة الجسم. الحالة النفسية بيقلل الشعور بالقلق والتوتر، اللي بيبعد الإنسان عن الهموم وزيادة التفكير السلبي. بيقوي الذاكرة. الناس اللي بتصاب بعض الأحيان بحالات الحزن الاجتماعي أو الأسري بيخفف حدة الشعور. والضحك يا أستاذة إيمان ده من له أشكال كتير. النهاردة لازم نبقى عارفين إن الضحكة بتكون جميلة وبتكون هادئة، بيمتاز بيها الأنثى في مصر، بتكون ضحكتها بهدوء، بابتسامة، ضحكة رقيقة، غير اللي هم اللي بيتصنعوا الضحك، غير اللي هم بيضحكوا بضحكة مكتومة أو متقطعة. يعني ليه أشكال. هو احنا بقى بنقول يعني ربنا ان شاء الله يعني يعود علينا رمضان واحنا في احسن حال في لمة اسرتنا مع اهلنا واحبابنا، وده بيحسن ويعزز من الصحة النفسية. دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الاسرية والصحة النفسية، نورتنا يا فندم. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيبة يا أستاذة إيمان، وجميع العاملين في إذاعة الوادي الجديد ومستمعي إذاعة الوادي الجديد. شكرا ليك يا دكتور. شكرا.